السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في خبر جديد، وافق الكونغرس الأمريكي على تمرير 500 عربة هامفي للمغرب في إطار برنامج المساعدات العسكرية للدول الحليفة. وكتعتبر الهامفي من أشهر المركبات العسكرية والأكثر انتشارا في جيوش العالم، وفيها أنواع بزاف متعددة الاستعمالات. وفعليا كتعتبر المغرب من أكبر البلدان اللي عندها أسطول ضخم ديال عربات الهامفي اللي معروفة باسم هامر. وأيضا من أوائل البلدان العربية اللي حصلت عليها أوائل تسعينات القرن الماضي. الهامفي معروفة بالقوة ديالها ودرجة تحملها الكبيرة في ظروف طبيعية صعبة ودرجة حرارة عالية. وعربات الهامفي منتشرة بشكل كبير في مختلف أفرع الجيش المغربي، وكاين حتى عن الدرك الملكي. ويمكن تجهيزها بأسلحة بزاف بحال صواريخ موجهة مضادة للدبابات أو رشاشات خفيفة وثقيلة من أعيرة مختلفة بحال الدوسات والكاتور 5 أو 23 ملم. الحصول على 500 هام فيه غادي يمكن من تجديد الجزء من الأسطول وتعويض اللي خرجت من الخدمة العسكرية. عربات الهامفي مجهزة بمحركات ديزل قوية V8، سعة المحرك 6.2 لتر، كيعطيها 150 حصان وبواد فيتاس اوتوماتيك، وسرعتها كتوصل لأكثر من 120 كيلومتر، وكيبلغ الوزن الأقصى ديالها 2 طن و300، وطولها 4 متر و600، وعرضها أكثر من 2 متر. وفيها نظام تعليق ممتاز عالي الأداء ونظام دفع رباعي كيمكنها من اجتياز كافة العوائق الطبيعية والبرك المائية العميقة نسبيا. وفيها تدريع خفيف كيحميها من الطلقات الخفيفة، وكاين نسخ منها فيها تدريع ثقيل كيحميها من الألغام والعبوات الناسفة. تعتبر الهامفي عربة تكتيكية خفيفة سريعة المناورة، ويمكن نقلها في طائرات سي 130 وحدة من روحيات الشنق تقدر تهزها. فيها تقريبا 15 نوع ما بين عربات النقل أو حمل الجنود أو عربات إسعاف أو عربات اتصال، وفيها نسخ حاملة للصواريخ دفاع جوي بحال افنجر. وكتمتاز الهامفي أنها سهلة الصيانة. حسب بعض المصادر كيمتلك المغرب أكثر من 4000 هامفي بكافة الأنواع. شكرا لكم على المشاهدة، دمتم في رعاية الله.